حاجتين اوعى تعملهم في اللي باقي من رمضان مهما كان حالك، سواء كنت انت بتخترع معاصي وذنوب اينشتاين عمال تجيب كبائر ما حدش سمع عنها، او ماسك السجاده وما بتسيبهاش. اول حاجه اوعى تغتر بعملك مهما كان عملك كبير. يعني ممكن انت اللهم لك الحمد تكون موفق من اول رمضان وشغال عباده والصيام وقيام وقراءه قران وذكر ودعاء وكل حاجه، طيب هبقى منتفش؟ لا، لو انتفشت كده ضيعت كل حاجه. الله عز وجل يقول ولا تمنن تستكثر. تاني حاجه اوعى تقول ان رمضان ضاع عليك، مفيش حاجه اسمها كده. العتق والمغفره موجود لاخر لحظه في رمضان. يعني لو فرضنا ان الفيديو ده فاتك ما سمعتوش ليله 21، سمعته وفي اخر ثانيه في رمضان ده اللي فاضل، لو استغفرت وتبت ورجعت لربنا سبحانه وتعالى، ربنا يغفر لك ويعفو عنك لانه الكريم، ورمضان شهر الكرم والرحمات والعتق. فاوعى فوت عليك وتقول انا فوتت انا ضيعته. مهما ضيعت فاضل وقت، وطول ما فاضل وقت العتق موجود والمغفره موجوده والرحمات موجوده. استغفر وتوب وشمر وقوم واشتغل. والمفاجأة في ليلة 21 إن الإمام الشافعي قال إن ليلة القدر هي ليلة 21. غير كده كمان إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى أنه يسجد في ماء وطين وكانت هذه ليلة القدر. أنتم متخيلين؟ وبعد كده في ليلة 21 أمطرت السماء وسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين، فعلم الصحابة أن ليلة 21 هي ليلة القدر. فاستعدوا واجتهدوا واوعوا تبطلوا ان انتوا تقولوا الليلة اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا.